السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب جريد 6 مع المنهج الجديد للترم الأول، والنهاردة مع يونت 4. هنشرح مع بعض يا شباب يونت 4 زي ما احنا متعودين، بنشرح كل الليسن في فيديو ونشوف تفاصيله وأفكاره وأهم العناصر اللي فيه. وزي احنا متعودين برضو إن أول فيديو في اليونت بيكون مراجعة أو ريفيو على أهم كلمات اليونت، وبنعرف مع بعض كل كلمة نطقها ليه وإزاي وإيه القاعدة فيها. فهنبدأ مع بعض يا شباب مع أول فيديو من يونت 4 لجريد 6، واللي بنتكلم فيه على ريفيو على اهم الكلمات، ونشوف مع بعض يلا على البورد الكلمات بتاعت يونت 4. وزي ما احنا متفقين ان احنا كل كلمه ليها نطق مختلف عن الثانيه، فاحنا عايزين نشوف مع بعض. يونت 4 زي ما احنا قلنا يا شباب هنتكلم فيها على الفوكابيولاري. اول كلمه معانا ورق البردي واسمها بابايرس. بابايرس، حرف البي، بابايرس. بابايرس، بابايرس. بعد كده عندي الطوب يعني بريكس. بريكس، بريكس. هنا بقى ناخد بالنا يا شباب من حرف الار. حرف الار الحركه الاساسيه بتاعتي لساني لورا ومعلقه شويه. طيب ده الاساسي في حرف الار. طب حرف الار لو جه اول او تاني حرف شفايفي مضمومه، يبقى حركه لساني زي ما هي لورا ومعلقه شويه، بس شفايفي بتكون مضمومه لو الار اول او تاني حرف. عشان كده قلتها ايه؟ بريكس، بريكس. يبقى انا عندي اول حاجه نبات البردي بابايرس، تاني حاجه الطوب يعني بريكس. بعد كده عندي الذهب يعني جولد. جولد، جولد. حرف ال لساني قدامه مفخم. جولد، جولد. بعد كده عندي الجرانيت يعني جرانيت. جرانيت، جرانيت. نفس الكلام حرف الار تاني حرف دميت شفايفي ولسان ورا. شكل قلتها ايه؟ جرانيت، جرانيت. طب ناخد بالنا بقى يا شباب من الكلمتين دول الجولد والجرانيت. زي ما احنا شايفين كده يا شباب ان الحرف الجي هنا اتنطق جه، وزي ما احنا قلنا كتير قبل كده ان حرف الجي ليه عندي تو ساوند، بنطقه يا اما جه يا اما جه. طب انا بنطقه جه يا شباب لو جه بعديه اي او اي او واي. طب هنا الكلمتين دول حرف الجي لا في بعديه لا اي ولا اي ولا واي، عشان كده نطقته ايه؟ جه. يبقى ناخد بالك كويس جدا من اللتر جي، عشان كده قلتها جولد، جرانيت. خلاص كده يا شباب ده بالنسبه للكلمتين دول جولد وجرانيت وحرف الجي. بعد كده الصلصال يعني كلاي. كلاي، كلاي. بعد كده عندي قماش الكتان يعني لينن. لينن. وناخد بالنا نبات الكتان نفسه اسمه فلاكس. ده النبات اللي بيكون لسه مزروع في الارض، لكن النبات ده لما بنصنعه ونطلع منه قماش كتان بيبقى اسمه لينن. يبقى في فرق ما بين النبات الكتان وقماش الكتان. فلاكس ده البلانت، بعد كده اللينن ده ايه؟ الكلوث، القماش. خلاص كده يا شباب ده بالنسبه لينن وفلاكس. الواح شمسيه يعني سولار بانلز. سولار panels. solar panels. مهم جدا حرف ال R وحرف ال L. letter R and L. solar panels. solar panels. solar panels. كهرباء يعني electricity. 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 هنا بقى نقف عند الكلمة دي لأن الكلمة دي فيها أكتر من حاجة وفيها أكتر من قاعدة. طيب نبدأ مع بعض يا شباب بحرف السي. لو لاحظنا ان الكلمه فيها 2 سي بس كل واحد يتنطق بصوت مختلف. هنا السي نطقتها الك، نطقتها ك. الثانيه سري، electricity. electricity. هنا كل حرف وليه صوت مختلف. فهنا القاعده بتقول يا شباب ان اللتر سي ليه عندي تو ساوند، يا اما بنطقه س او بنطقه ك. بنطقه س لو بعديه اي او اي او واي. طب لو مفيش اي او اي او واي بنطقه ك. طيب السي الاولى يا شباب، السي الاولى مفيش بعديها لا اي ولا اي ولا واي، فعشان كده نطقتها ايه؟ ك. السي الثانيه جاي بعديها اي، فعشان كده نطقتها ايه؟ س. فناخد بالنا كويس جدا جدا من التو ليترز دول السي والجي. فعشان كده عندي كلمه electricity فيها السي الاولى اتنطقت ك والسي الثانيه اتنطقت س. electricity. طيب عندنا بقى المقطع اللي بعد كده يا شباب عندنا التي والار، واحنا زهقنا كلام من المقطع ده، بنحط في النص بينهم صوت التش زي تش.
electricity. يبقى التي والار مهم جدا نحط صوت اللي تشابه بينهم. طيب عندي هنا بقى التي اتنطقت د، حرف التي اتنطق دي خفيفه. electricity هنا بقى ليه التي يا شباب نطق ده دي خفيفه؟ القاعده بتقول ان حرف السي لو جاي بين حرفين متحركين بنطقه دي خفيفه. طب هنا التي جاي ما بين الاي وما بين الواي. طب هو الواي متحرك؟ الواي نظريا ساكن ولكن عمليا فاول متحرك. انا عندي 5 فاولز اساسيين، الاي والاي والاي والاو واليو، دول ال 5 فاولز المعروفين والمتعارف عليهم. الواي السادس بتاعهم بس احتياطي، هو ساكن كنظريا ولكن عمليا في الكلمات بيعتبر فاول. خلاص كده؟ فانا عندي هنا حرف التي جاي ما بين الاي وما بين الواي فبعتبرهم 2 فاولز، عشان كده بنطقها ايه؟ دي خفيفه. عشان كده قلتها electricity. ناخد بالنا كويس جدا يا شباب من الكلمه دي، كلمه الكهرباء يعني electricity. موارد طبيعيه يعني natural resources. في فرق كويس جدا يا شباب ما بين كلمه nature يعني الطبيعه وبين الصفة منها natural يعني طبيعي. بس كده يا شباب هنا بقولها ناي لكن هنا بقولها nature بكسر شوية، لكن الصفة بقولها natural. يبقى nature natural يبقى كلمة طبيعي يعني nature، طبيعي يعني natural. معادن يعني minerals. غاز طبيعي يعني natural gas. يبقى انا عندي هنا natural resources natural gas. مجوهرات يعني jewelry. ناخد بالنا هنا بقى يا شباب من حرف الجي، عفوا الجي. حرف الجي هنا لازم احط قبليه دي خفيفه، ما بقولهاش jewelry لا jewelry. ما فيش حاجه اسمها جولري، اسمها جولري. فانا عندي حرف الجي بحط قبليه دي خفيفه عشان كده بقولها جولري. جولد يعني عفوا حديد يعني ايرون. صلب يعني ستيل. السد العالي يعني the high dam. هنا بقى يا شباب الاي جي اتش، المقطع اي جي اتش هنا الجي اتش بيكون سايلنت، عشان كده انا طلعت ايه؟ هاي. عشان قلتها the high dam السد العالي. وده كان اهم كلمات يا شباب يونت 4، هنقولهم مع بعض تاني كده على السريع مره واحده خلاص ونقول نطقهم الاخير. عندنا دي كلمات يونت 4. قلنا اول حاجه ورق البرد يعني بابايرس، الطوب يعني بريكس، ذهب يعني جولد، الجرانيت يعني جرانيت، صلصال يعني كلاي، قماش الكتان يعني لينن، الواح شمسيه يعني سولار بانلز، كهرباء يعني الكتريسيتي، موارد طبيعيه ناتشورال ريسورسز، معادن مينرالز، غاز طبيعي يعني ناتشورال جاس، بعد كده مجوهرات يعني جولري، حديد يعني ايرون، صلب ستيل، والسد العالي يعني ذا هاي دام. وده كان اهم كلمات يونت 4. اتمنى يا رب يكون النطق واضح ومفهوم وعرفنا كل كلمه نطقها ليه وازاي وايه القاعده فيها.